ممكن تكون بتتعامل مع حد بقالك سنين على إنه شخص سيء، وكل تصرفاته معاك بتأكد لك الصورة دي، بس أصلا هو مش سيء ولا حاجة وتصرفاته عادية جدا. أنت بس اللي مخك سكنه في الحتة دي علشان كسلت تفكر. سلام عليكم. بيقول لك يا سيدي، كان في واحد فلاح، بس فلاح أوروبي، يعني من أوروبا الشرقية. في يوم أربع عادي جدا، يعني مفيهوش أي حاجة مميزة، راح الغيط بتاعه ما لقاش الفاس بتاعته، اتسرقت. فهو شك في ابن جاره باعتباره يعني إنه أقرب واحد، أكيد يعني ما هياش عصابة لكذا دي بابل، أصله عنده فاس مش بنك في سويسرا. المهم، من اللحظة اللي بدأ فيها صديقنا الفلاح يشك في ابن جاره، بقت كل تصرفات الولد بتأكد عنده إن هو فعلا اللي سرق الفاس. مشيته مشية واحد حرامي فاس، طريقة كلامه طريقة واحد حرامي فاس، نظراته نظرات واحد حرامي فاس، حتى لما بيجيله التواء بيدهن أبو فاس. كل الأدلة ضده، موقفه في القضية وحش جدا. المهم، صديقنا الفلاح راح أرضه تاني، وهو بيقول اصطبحنا وصبح الملك لله وحسبي الله ونعم الوكيل في الواد ابن جاري حرامي الفاس ده. وفجأة لقى الفاس بتاعته مدفونة تحت التراب، كان هو اللي مخبيها في الحتة دي وناسي مكانها، وكان ظالم يا عيني ابن جاره الغلبان. من اللحظة دي بدأ يشوف الولد عادي، مش حرامي فاس ولا حاجة، يعني مشيته مشية واحد عادي، طريقة كلامه طريقة واحد عادي، وحتى الكريم اللي بيدهنه طلع فولترين عادي أنا مش أبو فاس. نفهم إيه بقى من القصة دي؟ هقولك، بس اسمع دلوقتي المعلومة دي الأول. تعرف فيلم تيتو؟ بقالك كام سنة بتتفرج عليه؟ كتير صح؟ طب بتحب طلعت زكريا الله يرحمه؟ أكيد، وهو مين ما بيحبوش؟ يعني عارف صوته وحافظه كويس؟ ده أنت تلاقيك اتخيلته دلوقتي أول ما سألتك السؤال ده، وسمعت كمان صوته في دماغك. طب تعرف إن طلعت زكريا الله يرحمه طلع في فيلم تيتو؟ مش هتعرف، عشان ما كانش طالع بوشه، هو كان طالع بصوته بس. كان عامل دوبلاج لدور الضابط رئيس خالد صالح الله يرحمه، وطلع في مشهدين بس. ابقى روح شوف الفيلم وتأكد بنفسك. استنى، تروح فين؟ اقعد، مش دلوقتي، بعد الحلقة. ماشي يا سامح، برضو عايز توصل لإيه؟ يا سيدي اصبر عليا وانا هقولك. والله انت مستعجل ليه؟ ما احنا قاعدين بنحكي قصص اهو، والموضوع مسلي جدا. انا هسألك سؤال في التاريخ المصري وجاوبني بسرعة. ثورة يناير قامت في شهر ايه؟ طب ثورة يونيو؟ طب ثورة يوليو؟ طب ثورة اغسطس؟ انت قلت اغسطس صح؟ مفيش ثورة أصلا اسمها أغسطس. أنت كل الحكاية إن مخك إداك الإجابة المباشرة من غير ما يفكر تفكير عميق. سامع العباقرة اللي بيقولوا أنا جاوبت صح من الأول؟ على فكرة بقى، أنا عندي ألعاب كتير قوي أصعب من دي، بس إحنا هنا مش هنقضي الحلقة كلها لعب وحكايات يعني، عايزين ندخل في الموضوع بقى. شوف يا صديقي، أنا مش عايزك تثق قوي في عقلك وفي أحكامه على الأمور، لأن عقلك مش بالقوة اللي أنت متخيلها. عقلك بيرتكب خطأ كبير جدا معظم الوقت، وهو إنه بيقدم لك آخر صورة عنده. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام واحد اسمه دانيال كانيمان، عالم نفس أمريكي حاصل على جائزة نوبل. الراجل ده صاحب نظرية اسمها نظرية نظامي التفكير. النظرية دي بتقول إن كل الناس بتفكر بطريقتين أو بنظامين: نظام التفكير السريع واللا شعوري، وده نظام تلقائي بديهي بيحب التعميم والاستنتاجات السريعة، وما بيحبش التفكير العميق والتحليل، وده اللي المخ شغال بيه معظم الوقت، لأن معظم الأنشطة اللي بنقوم بيها طول اليوم مش محتاجة تفكير عميق. بتعطش بتروح ناحية التلاجة، بتبرد بتوطي التكييف، وهكذا. نظام التفكير التاني بقى هو التفكير البطيء اللي فيه تحليل وعمق، ده اللي بيتعمل له فنجان قهوة بقى. وطبعا علشان ده نظام تفكير مرهق ومتعب، وعشان مخك مخلوق أصلا علشان يريحك، وعقلك مهمته إن ياخدك على قد عقلك، فبيوفر بنزين وبيشتغل لوحده على النظام الأولاني السريع. يعني مثال بسيط جدا، علشان السينما المصرية قعدت سنين تخلي البواب اسمه عثمان، أنا بمجرد ما أقول الاسم ده قدامك هتتخيل بواب نوبي أسمراني جميل، ودي شغلانة محترمة جدا وصاحبها فوق راسنا كلنا. بس ليه عقلك ما تخيلش مهن تانية؟ عثمان ده ممكن يكون رجل أعمال زي عثمان أحمد عثمان، ممكن يكون فنان زي عثمان عبد المنعم الله يرحمه، ممكن يكون لعيب كورة زي عثمان ديمبلي. اشمعنى جه في دماغك إنه بواب؟ واشمعنى من النوبة؟
هو السجل المدني بتاع مدينة نصر مثلا منع الاسم ده؟ مفيش حد اسمه عثمان في حدائق أكتوبر. كل الحكاية إن مخك عمل اختصار علشان يريحك ويسهلها عليك، وقال لك احنا لسه هنفكر ولسه هنحلل. خد حاجة من على الوش اهي قضي بيها غرضك. وعشان كده أخينا صاحب الفاس كان شايف كل تصرفات جاره تصرفات واحد حرامي فاس. وعشان كده انت ممكن تكون شفت فيلم تيتو 500 مرة وما خدتش بالك ان الصوت ده صوت طلعت زكريا الله يرحمه، لان الممثل اللي بيتكلم قدامك ممثل تاني غيره. وعشان كده برضه انت ممكن تكون فاهم حاجات كتيرة قوي غلط بس مصدق انها صح. ممكن تكون ظالم ناس او فاهم انك مظلوم من ناس. ممكن تكون بتتعامل مع حد بقالك سنين على انه شخص سيء وكل تصرفاته معاك بتأكد لك الصورة دي، بس أصلاً هو مش سيء ولا حاجة وتصرفاته عادية جداً. أنت بس اللي مخك سكنه في الحتة دي علشان كسلت تفكر. جارتك اللي بترجع البيت متأخر يمكن بتشتغل شغل صعب علشان تصرف على عيلتها، مش لازم تكون بتعمل حاجة غلط. وصاحبك اللي قابلك في الشارع وما سلمش عليك يمكن يكون مش شايفك. أنا عارف إنه كان وشه في وشك، بس عادي برضو إنه يكون مش شايفك. لو ماشي مشغول في حسبة المرتب وبيشوف هيكمل بيه الشهر إزاي، مش لازم يعني يكون متجاهلك علشان منفسن منك وبيحقد عليك. وإنتي صاحبتك اللي كتبت بوست مش عاجبك مش شرط أبدا تكون بتلقح عليكي بيه، يمكن كلمتين عجبوها وحبت تنقلهم. وجوزك اللي حاطط أغاني رومانسية في الستوري يمكن حاططها علشانك. ليه بتفترضي إنه بيحب واحدة تانية عليكي؟ ولا أقولك؟ لا، دوري بقى في الموضوع ده كويس. أصل حوار راجل بيحط أغاني رومانسية لمراته ده غريب قوي يا جماعة. كل اللي أنا عايز أقوله ما ينفعش ناخد أحكام مطلقة من عقولنا، لأن عقولنا كتير قوي بتخدعنا وبتضحك علينا. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم أحسن بنا الظن إنا فيك نحسنه إن القلوب بحسن الظن تنسجم والمس لنا العذر في قول وفي عمل نلمس لك العذر إن زلت بك القدم لا تجعل الشك يبني فيك مسكنه إن الحياة بسوء الظن تنهدم. وكل سنة وانتم طيبين.